السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي، فيديو جديد من فيديوهاتي. النهاردة جاي لكم فيديو جميل جدا في يوم جميل جدا إن شاء الله، مليان نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. الفيديو بتاعنا النهاردة مميز جدا، هيعجبكم جدا. هنعمل فيه حاجة أول مرة تتعمل على اليوتيوب، بس بطريقة سهلة وبسيطة ومش معقدة أبدا. في ناس كتير عايزة الطريقة، فأنا هعمل الطريقة اللي كتير مننا طلبوها وملقيوهاش على اليوتيوب. هتلاقوها معايا انا بس باذن الله. اضغطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا عشان نبطل رغي كتير ونخش في تفاصيل الفيديو. تفاصيل الفيديو النهارده هنعمل المقارص الورق. مقارص الورق اللي بتتعمل يتخبز عليها العيش الشمسي. مكوناتها سهله وبسيطه ومش متعبه ابدا. كل اللي انا هعمله هجيب ورق كتب قديم، مجلات، ورق جرايد، اي ورق متاح عندك هتجيبيه زي كده. تمام. هتجيبي الكميه اللي انت عايزاها وتقطعيها، بس تقطعيها صغير، مش ورق كبير وبس، لا تقطعيه صغير قوي على قد ما تقدري. تستخدمي مقص، تستخدمي ايديكي اللي انت شايفاه تقدري تعمليه. كميه ورق كتير على قد المقارص اللي انت عايزاها، يعني 4 كتب، 5 كتب، 6 كتب المتاحه عندك تعمليه. اعملي شويه في شويه، ولما تعوزي تاني تعملي مفيش اي مشكله. هتقطعيهم صغير قوي على قد ما تقدري. تمام. انا هقطع كده كروكي، ولما هنضيف عليه الميه هنعرف كل حاجه بالتفصيل مع بعض. انا بوريكم بس جزء كده من اللي انا هعمله. انا كده عامله ومجهزه، بس بوريكم الخطوات من الالف للياء. كل اللي انا هعمله هقطع الورق صغير بالشكل ده. تمام اهو بالشكل ده. قطعي الورق صغير جدا. تمام. وهتجيب الميه المغليه. تمام، عشان الورق ده لازم يدوب تماما بالشكل ده. كمية الورق المتاحة عندك اللي تقدري تعمليها هتقطعي فيها بالشكل ده. وممكن تحطي، انا حطيت مية سخنة علشان عايزة اخلص بسرعة عشان التصوير، لكن انت ممكن تضيفي مية عادية جدا وتشتغلي فيها كل يوم، تقطعي شوية كل يوم، تقطعي شوية. وتلاقي اللي من تحت داب تقطعيه تاني. فاهمين؟ لحد ما يعني هوريكم شكله هيبقى ازاي. شوفوا انا بطلع اهو، بصوا. اول ما بتحط المية بيدوب بيدبل الورق، بيبقى سهل انك انت تقطعيه ويتفرك معاكي بكل سهوله. هفضل اقطع كده اهو بالشكل ده لحد ما اقطع كل الورق اللي معايا بطريقه سهله وبسيطه. هوريكم شكله المفروض يبقى ايه. ثواني وارجع لكم تاني. ادي الورق لما بيتقطع يعني بيبقى كده، بتفتفتيه خالص. بس انا هقطع كام ورقه اهو معاكم. تفضلي تقطعي كده وتغمزيه في الميه. تمام. وتطلعي بقى لو قابلتك ورقه تروح مقطعاها برضو. طريقه والله العظيم سهله جدا. وضيفي ميه علشان الورق بتاعك يدبل اكتر ويدوب اكتر. بصوا اول ما بتقلبي كده بيطلع قدامك فيه ورق ما تقطعش، تروحي انت ايه مقطعاه بكل سهوله بالشكل ده اهو. بصي الورق تقطعيه هيدبل معاكي. كل ما تقطعي اكتر كل ما ايه يدوب اكتر بايديكي. في ناس مجنونه بتعمل الحاجات دي في الخلاطات، لا طبعا الخلاط هيتحرق منك ويبوظ. والغسالات العاديه برضو بيعملوها فيها، في بلاد الصعيد بيعملوا في الحاجات دي. بس انا بنصحكم انكم يعني تستخدموا كده ايديكم، احسن افضل طريقه وافضل نتيجه. هي ممكن ما تخلصيهمش كلهم في يوم واحد عادي. لو ما خلصتيهمش كلهم في يوم واحد مفيش مشكله، تضيفي ميه لما تحسي ان هم عايزين ميه علشان يدوبوا اكتر. تمام بالشكل ده اهو. وتقطعي، خدوا بالكم ده ورق بيشرب الميه، يعني هتحسي ان هو كل شويه عايز حبه ميه تاني. مفيش مشكله ضيفيله، بس انت هترجعي تتعبي لما تصفي، يعني ما تضيفيش كتير قوي بحيث انك انت ما تتعبيش. بصوا اهو لما تقلبي فيهم بصوا هتلاقي حته دايبه اهو، وتلاقي جواها حته ورقه، لكن اغلبيته بيبقى دايب. بصوا اهو وفي ورق اهو تروحي مقطعاه اهو. ورق كراسات على ورق كتب ملون على كله في بعضه، بس ورق يكون بيدوب في الميه. ما تستخدميش اي ورق وخلاص.
لازم كده تقلبيه وتفركيه كويس قوي علشان المقارص بتاعتنا تطلع معاكي ناعمه وتطلع حلوه. يعني كانك بصي بتعجني عيش اهو، تشتغلي فيه بتدعكي. انا بدعك بفرك بايدي كده، شايفين كده بفرك بايدي اهو علشان يديني النتيجه اللي انا حباها اللي انا عايزاها. تمام اهو تمام. هجيب حبه ورق تانيين علشان كلهم يبقوا مع بعض ويبقى ايه نعملهم حلوين يعني. تمام كده اهو. هقطع تاني حبه ورق وارجع لكم تاني نعبي الحله دي. رجعت لكم اهو، كان معايا مقرصه بس ما كانتش شكلها عاجبني فرجعت بليتها في الميه تاني علشان ارجع اعاده تدويرها يعني، وان انا ارجع اشغلها اعملها بشكل احلى مما كانت عليه. هقلب بقى اللي من تحت فوق واللي فوق تحت بالشكل ده. بصوا الورق، بصوا بصوا يعني لازم تقلبي كويس عشان تضمني ان الورق كله اللي عندك دخلته الميه، ولو احتجتي ميه تاني حطي ميه مفيش مشكله. اهو انا جبت حبه ميه كمان عشان حسيتهم محتاجين ميه، في حتت عايزه تدوب اكتر اهو. كل ما هتقلبي هتلاقي لك ورقه او ورقتين زي كده تروحي ايه مقطعوهم بكل سهوله، كانك بتعملي عيش بالظبط. بالشكل ده بصوا بدعك فيها على قد ما اقدر. طبعا المفروض الموضوع ده ما ياخدش يوم واحد معاكي يعني، الا اذا انت استخدمتي ميه سخنه قوي. بص عشان توصلي للنتيجه دي هتاخدي يوم واتنين وتلاته كمان عشان توصلي للنتيجه الجميله دي، ويطلع معاكي الورق دايب ومتقطع بالشكل ده. تمام انا دعكت فيه كويس اهو. تمام هنبدا دلوقتي نقطع المقارص بتاعتنا بطريقه سهله وبسيطه. بس شفتي اهو بصي هتلفي وتلاقي ورق تروحي مقطعاه. اتمنى منكم مشاهده حلوه للفيديو. يلا بينا نخش نشوف هنعمل ايه مع بعض، ويلا بينا نشوف طريقه التقطيع بتاعتنا هتتعمل ازاي، وايه الطريقه اللي احنا هنعمل بيها الشغل بتاعنا. بس يلا بينا ما تنسونيش في لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هناخد الصينيه دي معانا عشان احنا هنحتاجها، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه كمان. رجعت لكم وجيت هنا في البلكونه، وبصوا انا بستخدم هنا شكاره، اي شكاره عندك او اي كيس بلاستيك هيفي بالغرض، بس بحيث ان انا افرشه في الارض علشان لما تنشف عليه المقارص تطلع معايا بكل سهوله. تمام كده يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. انا مش عارفه الصوره حاساها بهتانه شويه بس عشان يمكن الاضاءه والشمس، علشان كده ممكن نقفل الكشاف. هبدا يا بنات اهو زي ما انتم شايفين انا جبت الشكاره اهي او اي كيس بلاستيك او اي حاجه تمتص او تنزل منها الميه علشان ما تلزقش معاكي في البلاط. هنبدا نقطع. طبعا احنا اهو جبتهم زي ما شفتوهم انتوا جوه وكده، عجنتهم ونضفتهم وكل حاجه. هبدا دلوقتي امسك كوره كوره يعني. بصوا هجيب الصينيه دي اعبيها كده بالشكل ده واعملها كوره وبططها كده على الصينيه. ممكن تستخدمي بدل الصينيه دي تستخدمي قولي معايا صينيه كيكه او اي حاجه او طبق كبير وتجيبيه كده بالشكل ده علشان تبقى سهله عليكي انك انت تعمليها. تعالوا بصوا بقى هنعمل ايه. عايزه اقرب لكم الصوره، نقرب احنا كده اهو كده، ودي بصوا الصينيه كده ونروح عاملينها كده اهو. تعالوا شوفوا بقى هنعملها ازاي. بصي كانها لعبه معاكي، هتمسكيها كده ايدي دي كده في الجناب علشان تعمل المصطبه بتاعتها او الجنب الجناب بتاعتها علشان تطلع معاكي سهله وبسيطه اهو. انا بضغط
علشان تطلع معايا ايه حلوه ومستويه من فوق. بالشكل ده. طبعا هي هتخس من الشمس، هتنزل الميه اللي فيها فحجمها هيصغر، هتصغر عن كده اهو بالشكل ده. هبدأ اعملها اسويها كويس. بسوي الاطراف بتاعتها اهي بالشكل ده. اهم حاجه تحطيها في حته مظبوطه مستويه، ما تحطيهاش في حته تبقى ايه ما تعرفيش تشيليها منها، او حته معوجه او حته مايله. لازم تبقى كده بالشكل ده. هرجع اعمل معاكم كمان واحده اهو. استنوا كده اظبطها لكم كده عشان تشوفوها كويس واحنا بنعملها باذن الله اهو. تخلي المكان مظبوط تحتك كمان، وتجيبي الصينيه بتاعتك وتعبيها اهو. الورق بتاعي متقطع. بصوا ناعم ازاي، بصوا عامل ازاي، عامل زي حته العجينه في ايديا بالظبط. عشان بس اظبط الشكل، بس انا كده كده هظبطه على الارض اهو. بالشكل ده. وتروحي ايه قلباه كده عشان ابدا اعرف اظبطه واعمله كويس اهو. تنزل معاكي تبقى سهله. تخبطيها كده علشان الوش بتاعها يبقى متساوي وشكله حلو. انا حاسه ان هي ايه، انا عايزاها تبقى اعلى من كده عشان هي لما تهبط تديني الحجم ده، فانا هحط عليها حبه كمان. بحاول ادمجهم مع بعض بالشكل ده عشان تدمج معايا. وتروحي ايه ضمه بقى لماه. تحاولي تخلي الشكل متساوي كده من فوق على قد ما تقدري. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصوا عن قرب، بصوا عن قرب حلوه قوي قوي. نعمل واحده كمان. لو انت معكيش صينيه هتعملي كده برضو اهو. هتضيفي الكميه اللي انت عايزاها بالشكل ده، تحطيها وتدوريها. بصي كأنها حته لعبه بتلعبي بيها بالظبط. عايز تسويها بحيث ما تبقاش في حته عاليه وحته واطيه بالشكل ده اهو. تروحي لما بقى تروحي ايه لما اهو، ايد تدب وايد تلم
بالشكل ده تديكي نتيجه حلوه قوي، وشكلها يبقى حلو قوي قوي بصراحه. اهي حلوه قوي كده. ظبطيها بقى عشان تديكي شكل ايه جميل، وتطلع معاكي بكل سهوله. بعد ما بتنشف بتطلعيها تطلع معاكي ايه بكل سهوله. اهي كده 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 كده. حاسه ان هنا واطيه شويه، تحط لها ايه الحته اللي تحسيها واطيه تحطيها وتدبي كده، هتديكي الشكل الحلو اللي انت ايه عايزاه بالشكل ده. انا بعملها كده لان هي هتكش كمان شويه، هتكش تبقى اصغر من ايه من كده بشويه. بالشكل ده. شايفين شكلها. نعمل كمان واحده هنا تمام، واوريكم شكلها النهائي عامل ازاي. ادي شكلها النهائي يا بنات. هنسيبها لحد ما تنشف وتطلعيها بعد كام يوم. طبعا انا مش هينفع اصورها، هي هتطلع معاكي بيضه وهتنشف وتبقى بيضه وحلوه. اول ما ترفعي كده من تحت الورق اللي حطاها او الكيس اللي انت حطاه او الشكاره اللي انت حطاها، تطلع معاكي بشكلها الحلو الجميل ده. يا ريت تكون عجبتكم والفكره تكون وصلت لكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.